احكي لكم ذكرياتي انا ونجله هنا ايام ما كانت نجله مذيعه قبل بقى ما السينما تخطفها، وكنا بنيجي نغطي المهرجانات سوا. احكي يا نجله. انا كنت دايما بتابعك. ليه بقى؟ علاقتك حلوه قوي بالفنانين، فكنت دايما اقول لك بقى متخلصي معاهم ادهم لي. فانت بجد عمرك ما قصرتي معايا، كنت دايما تقولي لي الساعه كذا هكون مخلصه ليلى علوي، الساعه كذا هكون وفاكره هنا ركبنا المركب سوا، كنت بتصوري مع ليلى علوي فاروق الفيشاوي، كان فيلم الوان السما السبعه. وطلعنا لغايه العرض الخاص وعملت الانترفيو في المركب، فكنت بقتبس منك حاجه. طبعا ما وصلتش لا انت كنت هايله، وعايزه اقول ان انت وبنبعت تحيه لمفيده، لان انا وانت ومفيده قضينا ايام حلوه مع بعض في المهرجانات. ولكن دلوقتي بقى نبص للكاميرا، خلصنا ذكرياتنا في دبي ومهرجان دبي انا ونجله. دلوقتي اقدم لكم بطله الفيلم المصري قدرات غير عاديه لداوود عبد السيد، والفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقه الرسميه لمهرجان دبي والعرض الدولي الأول للفيلم. ويعني طبعا عودة جميلة لفناننا العظيم المخرج المبدع داوود عبد السيد، وأعتقد هيعمل بصمة لنجلاء بدر، وهتكون بوشنج ليها جامد جدا في السينما وفي التلفزيون الفترة الجاية. اسمه أستاذ داوود لما بيقترن بحد بيصنع طريقه بالمعنى صح. ومن اول ما ترشح اسمي وكتب ان استاذ داوود اختار نجله بدر، انا فعلا في طفره حصلت في حياتي الفنيه كلها. اختارك ازاي؟ من المسلسل بتاع غادة عبد الرازق ولا من البرامج ولا قبلك في مكان؟ لا انا اوريدي كنت، انت عارفه انا بغطي استاذ داوود في مهرجانات وكنت بدور عليه، انا بحب المخرج دوت من زمان يعني. بس انا استاذ داوود لما سالته، لان طبعا كتير قوي احنا اللي مرشحتك وانا اللي قلت لك، وانت عارفه الشعب بيجامل، فانا قررت ان انا اساله. بس بعد ما اخدت عليه، انا ما كنتش واخده على استاذ داوود في الاول، كنت بكسف منه قوي وحاسه انه هيبه كبيره، هو عنده كاريزما. فسالته استاذ داوود انت ازاي رشحتني؟ قال لي انا متابعك دراميا، وابتدت من مسلسلات استاذ خيري بشار. هو دفعه استاذ خيري وبيتابع اعماله، واكتشفت ان استاذ داوود بيتابع الاعمال الدراميه. فقال لي كنت بتفرج على اعمال خيري، وانا اشتغلت مسلسلين مع استاذ خيري، فشفتك فرشحتك. واكتر واحد كان متمسك بيا يعني لغايه دلوقتي، حتى الشركه بتقول لي ان احنا كنا مش متخيلين ان استاذ داوود هيرشحك. يعني لما جالك العرض ده ما فكرتيش ان انت توقفي كل شغلك، وانا عارفه ان كان عندك مسلسل مع كرارة وكل ده، وتتفرغي لمستقبلك الفني مع داوود عبد السيد؟ بصي كنت انا للاسف مضيت قبليها معاهم، وانا استاذ داوود اصلا قالوا لي انه ما بيحبش حد يكون معاه عمل تاني ويكون متفرغ. في الميتنج لما قعدنا قال لي انت عندك حاجه تانيه؟ قلت له بصي يا استاذ داوود انا عندي مسلسل لسه ما ابتداش بس هيبتدي، وممكن اعتذر ليهم لو حضرتك عايزني متفرغ. فجيت لقيت استاذ داوود غير اللي اتقال لي تماما، قال لي لا طالما التزمتي مع حد انا ما عنديش مشكله، بس مشكلتي الوحيده لما يبقى عندك اوردر معايا اتمنى التفرغ في اوقات الاوردر. فعلا رحت لدينا كورين في المكتب، قلت لها دينا انا عندي شهر في اسكندريه، استاذ داوود نوي هينزلني في النص. قالت ما عنديش مشكله خالص، الشهر دوت انا مش هبتدي بيكي، هدخل ديكورات ثانيه لغايه ما تتفرغ. وحصل تنسيق، ودينا قدرت اكتر يعني. دينا كورين عشان كانت فرحانه بعملي مع استاذ داوود، لان ده اوريدي بيضيف لها هي في المسلسل، فقالت لي وقت ما يبقى عندك تصوير بلغيني وانا هظبط اموري. وده اللي حصل فعلا. وتفرغ فعلا. اوقات التصوير كنت بروح لاستاذ داوود، مفيش تليفونات حتى برد عليها. كلميني بقى عن الشخصيه، وخصوصا انها فيها مشاهد جريئه، ويمكن انت قبلتي وعارفه ان مش بتعملي فيلم هلس، بتعملي فيلم مع داوود عبد السيد. بصي اتعرض عليا الحاجات دي سابقا ورفضتها وانت عارفه. اما جيت مع استاذ داوود مش عشان حاجه، في فرق. هل استاذ داوود حاطط ده علشان الجمهور يدخل فيه؟ لا. هل هو حاطط دوت علشان يعمل صوره للمراه؟ اللي انا اكتشفته من الورق ان المراه مهمه عند استاذ داوود، وعنده واقعيه المشهد، لا هو عامله تجاري ولا هو عامله اللي يستفز المشاهد. افلام استاذ داوود سيبك من كلمه مهرجانات، لاني ارفضها ان الفيلم مهرجانات مش فيلم جماهيري، لا ارفضها تماما. ودي نظريه غريبه عندنا في الميدل ايست، في حين ان بره احنا بنستنى فيلم مهرجانات عشان نتفرج عليه. سيبك من انك بتعملي حاجه راقيه وحاجه هتتعرض على مستوى العالم، فما تنفعش انت تتكلمي في ان لا انا مش هينفع البس ولا مش هينفع البس مايو، مع العلم ان احنا كلنا ممكن نمر ده في حياتنا العاديه. فانا مش كدابه مع نفسي، انا قررت ان انا ما اكونش كدابه مع نفسي ولا كدابه مع الشخصيه، وقررت ان انا اعيشها باحاسيسها زي ما استاذ داوود حسسها لي. هو ما بيوجهكيش في تمثيل،
هو بيقول لك حبي الشخصيه وعيشيها هتطلعي كل حاجه بطبيعيه. فعلا انا سبت ايدي للشخصيه، فرضت عليها حاجات كتير، مش انا اللي فرضتها على نفسي ولا استاذ داوود فرضها. تعب معاكي يعني برضو انت وجه جديد، وعشان تبقي مع داوود عبد السيد وتديله الاحاسيس اللي كان بيديها له محمود عبد العزيز في الكتكات، يسرى ونور الشريف ومحمود عبد العزيز في الصعاليق، الافلام بتاعت احمد زكي في ارض الخوف. يعني الراجل ده تعود انه يشتغل مع نجوم عندها الاحاسيس عاليه وفاهمه، وساعات بيكتب لهم يقول لهم باترك الابداع للنجوم انها تبدع في الجزئيه دي مش بتوجيهات المخرج. فقد ايه بقى واحده جديده لسه وكانت مذيعه وملهاش علاقه بالفن ولا في المعهد ولا دارسه وداخله بقى. انا بالنسبه لي انا هقول، ويمكن استاذ داوود ما يقولش ده، تعب معايا في اول مشهد جدا وبيقولي له الكلام ده. قعدوا كم مره؟ اعتقد 16 او 17 مره لسبب حاجه واحده بس، تون صوت معين. تون صوت معين، عايز الانثى تطلع في رقه الكلام. انت عارفه طبعا المذيعين او الاعلام، المذيعين او الاعلاميين عندهم طبقه جهوريه شويه. الممثله او الدور ده تحديدا حياه انثى فيمينين قوي، فهو عايز الهوا اللي طالع، الكلام الناعم اللي تحسي ان الحروف مش معمول عليها ستريس، واحنا عندنا مشكله في الاعلام لازم يبقى ستريس. فانا هو يمكن مش هيقول لك ده، بس انا بقوله لك لان انا بعترف بده، لدرجه ان انا ده كده اول مشهد شعرت ان استاذ داوود هيغيرني. لدرجه ان انا قلت له استاذ داوود لو حضرتك عايز تغيرني غيرني. انا قلت خلاص، هو الراجل فقد فيا الامل، عنده صبر رهيب لدرجه ان ساب المونيتور وقعد قدام الكاميرا وبقى يقول لي طلعي هوا مع الكلام، طلعي هوا، عايز اخدت وقت في ده مع ارتباكي الشديد جدا لان كان اول مشهد. واستاذ داوود عنده كاريزما مع انه هو لا بيزعق ولا اي حاجه، ده هادي، هيبه. قلت لهم انا مرتبكه من استاذ داوود فعلا، قلت له انا صدقني مرتبكه منك مع انك ما عملتش حاجه ولا زعق لي ولا اتكلم كلام يضايقني، وعنده صبر غريب وعنده سعيد عيدي المشهد 50 مره بس تعملي ايه. وما خلصت كنت حاسه ان خلاص ده هيقول يا جماعه انا غلطت هاتوا لي واحده ثانيه، غيروها وهاتوا لي سعاد حسني. تاني يوم رحت، كان عندي مشهد مع استاذ احمد كمال واكرم، عملت المشهد من اول تيك، يلا اللي بعده. قلت بس دراما توبتي اصلا، ده هيسلق الفيلم. خلاص هو استسلم وقال يطلع منها. فرحت قلت استاذ داوود هو انا عملت وحش؟ قال لي لا حلو، انت عارفه استاذ داوود هادي وما بيقولش كلام كتير. طب حضرتك عايزني اعيده؟ لا. طب هو وحش يعني حضرتك فقدت في الامل؟ قال لي لا، انا لا يمكن هضر عملي، ولو شفتك عملتيه وحش كنت هعيد. وده اعتقد المشهد الوحيد اللي غلبت فيه استاذ داوود. لو رجعتي نجلة المذيعة ووقفتي مكاني وسألتي نجلة الممثلة سؤال، هتسأليها ايه السؤال الصعب ده؟ انت بتعملي فيا كده ليه؟ شفتي انا جايه ادمرك. اسال نفسي ايه؟ ان انا هل انا كنت متوقعه في يوم من الايام ان انا اكون في المكان ده؟ اقول لك لا خالص، مع ان انا كنت حاسه ان هيجي يوم تكوني ممثله. يعني انا ومفيده لا، بس انت كنت احساسي بيكي دايما اقول نجلة اخرتها هتمثل. كان حلم خايفه اروح له ومتردده فيه جدا، وكنت دايما محتاجه حد يزقك. اقول لك بصراحه مين السبب في ان انا اكون ممثله؟ بس انا ما بقولش لحد الكلام ده، والدي الله يرحمه، لانه كان نفسي اكون ممثله. ماما بس انا هقول لك حاجه، بس والدي اكتر، ويمكن في ناس مش فاهمه ده. انا والدي كان اكتر، هو سماني نجلاء على اسم نجلاء فتحي من كتر حبه للسن، وكان هو اللي بيسجل افلام نجلاء فتحي. فكان دايما يقول لي عمر الممثل طويل، حتى لما بيموت بيفضل دايما ذاكرته موجوده. هو بابا بيحب الفن، مع انه هو كان ضابط جيش عشان كده بيفهم. فبعد ما توفى بقى عندي تارجت احقق له حلمه، وانا عندي كروت رجع له نجلاء فتحي. عندي كروت ليه كان بعتها لي وانا صغيره، كان بيكتب الفنانه نجلاء من وانا صغيره، عندي 6 سنين و7 سنين. كان بيحب نجلاء فتحي في صمت جدا جدا. انا عايزه اقول لك انا اكتشفت ان والدي كان بيحب نجلاء فتحي بشكل غير طبيعي. بقول لصديقتي وزميلتي مبروك الكارير الجديد، مبروك نجاح جديد هنشوفه معاها النهارده مع داوود عبد السيد، الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقه الرسميه. بتمنى له كل الحب، كل النجاح، كل الدعم، وان شاء الله هنتقابل في الختام نشوف كلمه الجمهور وبصمه الجمهور. دعواتك بقى، دعواتك للفيلم. بدعي لك والله، بدعي مصر. ايوه بدعي المصر، الفيلم المصري. الف مبروك يا نجلاء. انا بجد بشكرك، كان نفسي في يوم من الايام تعملي معايا انترفيو وعملت وشوفي عملناها، ونرجع لذكرياتنا الحلوه، ندور انا وانتي نعيش مع ذكرياتنا والمراكب والايام الجميله، والجو دلوقتي تحفه.
لحظات وينطلقوا الى الندوه. وطبعا الفوتو كول مبروك يا خالد، الف مبروك. كل مهرجان بكون معاك. النهارده فيلم مهم، فيلم لداوود عبد السيد. هو مش عايز يتكلم عن الفيلم لما نشوفه، ولكن احنا بس هنقول لكم مبروك وانتوا داخلين. الف مبروك. الله يبارك فيك. انت قدراتك غير عاديه وامكانياتك غير عاديه، وعايزه كل 6 شهور فيلم لو سمحت. يا رب يخليكي. اتمنى يبقى عندي قدرات فعلا غير عاديه. لا انت عندك شك في ده. يعني انت افلامك هي علامات وبصمات في السينما المصريه. يمكن لو شفت الكتاب اللي عملته الامارات وهنا في المهرجان السنه اللي فاتت، انت ليك اكتر. كل افلامك موجوده في احسن 100 فيلم في السينما المصريه. الف شكر. تمنياتي ان الفيلم قدرات غير عاديه يبقى فيلم جميل يعجب الناس ويعجبك. اكيد هيعجبني. من البرومو والجواب بيبان من عنوانه. واحمد بدوي انا حييته جامد جدا في الديكور، وبحييه تاني النهارده، وبقول لكم استمروا في خطه الانتاج القويه دي. ان شاء الله هنستمر ومكملين على بنفس الطريقه. عندنا 65 سنه دولار، بقى لها 65 سنه بتقدم افلام. بنتوج ال 65 سنه فيلم قدرات غير عاديه السنه دي ان شاء الله. ماما جديد. ده ايوب بقى، ده ايوب ده حبيبي، ده بقى ممثل. لا انت هختم بيك خلاص دقيقه وهنختم بيك. بقول لك الف مبروك. النهارده انت ممثل بقى لاول مره. هشوفك في الفيلم وهقول لك تنفع في التمثيل ولا ترجع تاني لحبيب الله. ربنا يستر. حبيب الله. اتفضل مبروك. خالد، كلمه هتقدم بيها فيلمك دلوقتي والندوه والمؤتمر وكل الحاجات الحلوه. زي ما الفيلم بيبتدي بتساؤل بيخلص بالتساؤل، وهبتدي النهارده باني اقدم الفيلم ان شاء الله بنفس التساؤل ده. هل يا ترى لما بنكون عايزين ومحتاجين نكون عندنا قدرات غير عاديه، هل بيكون عندنا القدرات دي؟ والتساؤل دوت يمكن احنا نقدر نجاوبه لما نشوف الفيلم ان شاء الله. هسيبك دلوقتي للفوتو كول، وهيكون لينا لقاء على الريد كاربت وبعد الفيلم. اهم حاجه بعد الفيلم. مبروك يا خالد. هو ده خالد ابو النجا، نجلاء بدر، داوود عبد السيد، هم دول نجومنا النهارده. الفيلم المصري قدرات غير عاديه، فيلم لداوود عبد السيد، عاشق السينما وعاشق الفن اللي بيسعدنا وبيشرفنا وبيشرف مصر في كل مهرجان. هنكون معاهم دلوقتي في الفوتو كول، وبعد كده هندخل على الندوه. الساعه 5:30 هنكون على الريد كاربت عشان نحضر الفيلم ونقول مبروك لأسرة الفيلم. عيشوا معايا فيلم مصري مهم في المسابقة الرسمية مهرجان دبي. تمنياتي انكم تكونوا استمتعتوا. ده اول عرض. يعني الفيلم ده لم يشاهده حد الا العاملين فيه وشاهدوه اثناء العمل. انا شخصيا ما شفتوش نسخه ستاندر لغايه دلوقتي، فانتوا سابقيني في المشاهده. بتمنى اعرف رايكم. احسن تحضير او بحث لاي دور في افلام داوود عبد السيد، لان افلامه عالم خاص جدا، واللي عارف افلامه طبعا عارف ده كويس. أنا دايما بحس ان سيناريوهات استاذ داوود عبد السيد هي عالم خاص بيه جدا، وهي عمل ادبي بالدرجه الاولى ككاتب. والاعمال الادبيه الواحد لما بيقراها ما بتبقاش بس هي الاحداث مش قصه هي. فبيحصل انه في لحظه ما الواحد بيتاثر بتاثير ما، فهي تجربه قراءه العمل. فالتجربه دي هي اكتر واهم بحث ليا عامه في افلام استاذ داوود، وده يمكن تاني او ثالث مشروع اشتغلنا حضرنا فيه مع بعض. وانا بحب افلام داوود عبد السيد من زمان ومتابعيها، بس اول مره كنت اقرا ورق هو كاتبه، وانا حسيت ان ورق استاذ داوود ورق يدرس. حكايه ان ازاي التحليل للشخصيه، ان من اول ما قريت الورق انا عشت جوه الاحداث، حسيتها، شميت ريحه البحر في كتابات استاذ داوود في ورقه، شفت اللي هو حطه، حسيت بكل حاجه. تاني حاجه ان في حاجه غريبه جدا بالذات الورق ده كلنا مرينا بيه، يعني كلمه قدرات غير عاديه، خصوصا التخاطر والتخاطب والتحليل الاشعه عن بعد والديجافو والحاجات كلنا مرينا بيها.
يعني طبعا كلنا عارفين ودايما بنيجي على ميك اب فور ايفر قبل الريد كاربت، وده اهم مكان قبل ما ندخل واهم مكان للفنانين. الجمال كله في ميك اب فور ايفر، ومتعودين كل المهرجانات العالميه بنلاقي ميك اب فور ايفر هي اللي موجوده. ويعني الناس كلها بتسال مين اللي صنع ميك اب فور ايفر. النهارده لقيتها في دبي اللي صنعت ميك اب فور ايفر، صاحبه فكره ميك اب فور ايفر، صاحبه فكره الجمال اللي بتشوفوه في كل المهرجانات. هنرحب بيها وهنرحب بتمارا. تمارا هي المدير الاقليمي في الشرق الاوسط كله وصديقه غاليه عليا جدا جدا. ازيك يا تمارا؟ شكرا كثير لك، وانت صديقه كثير غاليه على تمارا وعلى ميك اب فور ايفر. لازم تقول لنا ازاي فكرت في هذا الاختراع، ويعني فكره ان كان يبقى في ميك اب يتحط بروفيشنال، ان احنا كمذيعات بنقعد على الشاشه مده طويله، الفنانين على الريد كاربت لا بيعرق ولا بيبوظ ولا يعني الروج ده انا حاطاه من امبارح يعني. الانسبريشن تبعها هي البروفيشنال كوميونتي، يعني الميك اب ارتست اللي بيشتغلوا بالسينما زي حضرتك، مذيعين، ممثلين. سو هي بالاساس لما بلشت البراند بلشته للبروفيشنال قبل ما يكون للببليك، ولهلا شيز انسبايرد باي ذيم. سو كل اللي عم تقدر تعمله انه هي تشوف شو الحاجه، شو النيد، وتلبي هيدي الحاجه بالبرودكت اللي هي اي ووتر بروف او اتش دي او للسينما اندستري. The pros community she inspired me. أهمية المهرجانات لميك اب فور ايفر، يعني ليه بشوفك في مهرجان القاهرة، مهرجان أبو ظبي، مهرجان دبي، دايما بتبقوا انتوا الراعي الرئيسي لهذا المهرجان. هو مهم للمهرجان ومهم للفنانين ومهم للريد كاربت عشان هم عايزين يطلعوا حلوين، لكن بالنسبة لكم انتوا ايه اللي بتستفيدوه ان انتوا تيجوا تعملوا ده ببلاش وتبقوا سبونسر وتدفعوا فلوس؟ يعني ايه الاضافه اللي بيضيفها للميك اب بتاعكم؟ هو مشهور على مستوى العالم. I'm interested by all the industries of هي كثير بتحب السينما اندستري لانه هي بلشت ميك اب ارتست بالسينما اندستري. بنشتغل كثير احنا بموفيز بالستيت وكذا باك ستيج، سو بهمها كثير تكون قريبه من الاندستري. مهرجانات مهمه كثير، دبي بالنسبه لها كثير مهمه، الشرق الاوسط بشكل عام هي بتحب نوعيه الميك اب. كلمه اخيره تحب تضيفها النهارده من خلال المهرجان؟ To Egypt I have a lot of things to. سو هي مين الميك اب ارتست، هي كثير معجبه بالميك اب ارتست بمصر، قابلتهم كثير، درسوا عندها معظمهم بالاكاديمي. الميك اب كثير مهم زي ما قالت، بس الاهم انه يكون في عالم تعرف تستخدم الميك اب صح. Artist you have in Egypt. احنا دلوقتي في ميك اب فور ايفر بنجهز عشان فيلم قدرات غير عاديه. الاخت نجله بطله الفيلم جنبي اهي. صباح الفل يا نونو. بدري كلنا يعني مش معقول اللي بتعمله اصلا من امبارح. والله نمت من امبارح، انا نايمه بتوتر وقلقانه. هتلبسي ايه النهارده؟ بصي فستان حلو قوي، لونه بوردو كده بس حلو قوي قوي. بوردو ونازل كده واسع كده من تحت. المكياج كله هيبقى ايه؟ على بيجات. لا علشان اللون جامد. قصير ولا لا طويل. اسكتي عشان انا كنت بدور على فستان طويل امبارح. مين اللي عامله لك؟ لا رحت اشتريته. رحت جايباها من هنا من دبي. ما كنتش عامله حسابي على ان هيتعمل ريد كاربت للفيلم، فكنت جايبه للافتتاح والختام يعني متردده فيه، فما قالوا لي ريد كاربت فيلم، فانا حاسه النهارده ان يوم عرسي. فقلت لازم فستان ليه معنى بالنسبه لي، النهارده هتزف. يعني ان شاء الله نلاقي لك عريس على الريد كاربت ان شاء الله. الفيلم عريسي. بس ما يبقاش استاذ داوود. ربنا يخليه لنا يا رب ان شاء الله.